السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. فيديو جديد النهاردة مع بعض. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتقضى بها الحوائج. اللهم امين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. كل عام وانتم الى الله اقرب. ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويعنا فيه على طاعته وحسن عبادته. اللهم امين يا رب العالمين. زي ما شفتوا كده خدت القهوة بتاعتي وقطعة صغيرة خالص كده من الفطير زي ما انتم شايفين، وفطرت الحمد لله والشكر لله. وقلت بقى اقوم اشوف اللي ورايا. اللي ورايا النهاردة كان بعض تحضيرات، يعني من تحضيرات رمضان. هو مش حكاية ان رمضان الاكل فيه بيبقى كتير او كده، بالعكس والله ده الاكل بيبقى اقل من الايام العادية. بس الوقت بيبقى ضيق جدا جدا فيه. فعلشان نكسب وقت فلازم نكون محضرين بعض تحضيرات كده، فبصراحة بتفرق جدا جدا. كنت نقعة فول، الفول المدمس ده فول بلدي، كنت نقعاه من ساعة ما صليت الفجر، يعني نقعته وسبته بقى يتنقع مع نفسه كده حوالي مثلا يعني 6 ساعات ولا حاجة. وبعدين زي ما شفتوا كده غسلته مرة واتنين، وبعدين جبت الحلة حطيت الفول وحطيت جزر من اللي كنا مفرزينه مع بعض، وحطيت بصلاية صغيرة وطماطماية ومعلقة صغيرة من الكركم. بصراحة بتديله لون حلو جدا، هتشوفوا معايا دلوقتي. كمان ضفت ليه ميه مغليه علشان تاخدي احلى نتيجه للفول، وان هو ما يسودش منك او لونه يتغير او يعني الفول طبعا انتوا عارفين. يعني دايما كده بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل ونتفرج على طرق كتير للفول علشان يبقى زي الفول الجاهز بتاع المحلات. فضيفي للفول ميه بتغلي من الاول خالص، يعني ما ينفعش ان انت تحطي له ميه ساقعه وبعدين هياخد وقت بقى طبعا على ما يغلي وكده، فلا ضيفي ميه مغليه على طول. فولعت عليه بقى، ودي كانت كفتة رز كانت عندي في الفريزر. كنت عاملاها مثلا من 4 أو 5 أيام، وجبتها شلتها في الفريزر. ما كانش عندي وقت يومها خالص ان انا يعني اصبعها، فطلعتها برضو من بعد ما صليت الفجر. وقلت وقت ما تفك بقى ان شاء الله اشتغل فيها. لحد الوقت اللي انا كنت شغالة فيها ده ما كانتش لسه فكت فك كامل. كنت كده باخد يعني ايه اللي على الوش كده، بحيث ان انا ما سيبهاش تفك طبعا. انتوا عارفين الحاجات دي يعني بتكون حساسة جدا، يعني فيها لحوم بقى وكده. فبصراحة ما ينفعش انت تسيبيها بقى تكون متلجة وترجعي تاني تعرضيها لدرجة حرارة الجو وتسخن منك وترجعي تفرزيها تاني. فالمهم انا بصراحة هنا كنت بوريكم الفول بعد ما استوى. شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله، كان زي العسل. بالنسبة للكفتة انا بصراحة كنت هشيلها متصبعة واطلع طبق بطبق كده، وبعدين احمره واستعمله في الوجبة على طول. بس بصراحة وانا شغالة كده قلت لا، يعني انا خلاص طلعتها بقى ومش عارفة ايه. يلا ان انا احمرها بالمرة واشيلها بقى في اكياس تكون مثلا يعني وجبة كده منجزة في يوم. اكون مثلا عندي شغل يعني مشغولة ورايا كذا حاجة تتعمل في اليوم، فاطلع كيس وتعتبر دي من الوجبات السهلة جدا. يا دوب هتحطيها مع طماطم بقى كده وفصين توم وبطاطستين وكده جنب شوية رز بشعرية وعسل ونعمة وفضل من ربنا. هنا كنت جبت بصل علشان اقشره، علشان كنت هعصج لحمة برضو من الحاجات المهمة جدا. يعني انا من الناس اللي بصراحة يعني ممكن يعني اجي كده اكسل على تقطيع بصلة. فبصراحة بحاول ان انا اسهل على نفسي. يعني اللحمه جبتها فاعصجها واشيلها متعصجه في الفريزر على طول. هتسهل عليا برضو في وقت يعني تجهيز الفطار وكده ان شاء الله باذن الله.
طبعا بقشر بقى البصل كده، وهتشوفوا دلوقتي طريقتي في عصاج اللحمة. يعني بعمله بصوا بأبسط وأسهل طريقة ممكن تتخيلوها. لا بشوح بقى بصل ولا أي حاجة، أنا بحب إن أنا أعمله كله ني في ني كده، بصراحة بيكون أحلى كتير جدا وأطعم، وبيكون يعني ليه طعم بصراحة مميز. وبصراحة برضو يعني دي ترجع لك زي ما انتي عايزة اعملي. هنا البصل كنت بقى هاخده كده اشطفه، وبعدين اجيب الكبة وابدأ ان انا اقطعه يعني وافرمه. كنت هنا فرمت البصل وحطيته في الحلة، وجبت بقى الجزر اللي احنا كنا برضو مفرزينه مع بعض. عايزة اقول لكم ان هو بصراحة بيدي للحمة اضافة حلوة جدا وطعم مميز قوي. يعني لو مثلا انتي ما جربتيش تحطي جزر على اللحمة المفرومة، جربي في جزء صغير قوي من اللحمة كده، بصراحة بتدي للحمة تسكيرة حلوة قوي وطعم مميز جدا. فانا بصراحة مش دايما كنت بحط جزر، بس من اول ما جربته فدايما بقيت اعتمد كل مرة ان انا احط جزر مبشور على اللحمة المفرومة. هنا حطيت معلقة سمنة بلدي، برضو بتدي طعم جميل جدا جدا للحمة. وكمان تعتبر برضو دهون صحية. يعني انا هنا ما ضفتش بقى لا زيت شوحت فيه البصل ولا اي حاجة، يعني ما شاء الله منها فيها كده. واللحمة عايزة اقول لكم ان هي يمكن كانت اجمل مرة اشتري فيها لحمة مفرومة. يعني هي اصلا من عند جزار يعني بلدي، وقطعها لي وقلت له افرمها لي وكده. فما شاء الله ولا قوة الا بالله، لونها وريحتها كانت جميلة جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. حطيت بقى ملح، وهحط فلفل اسمر، وشوية صغيرين جدا جدا من الكركم كقيمة غذائية، انما هو بصراحة مش بيضيف طعم ولا اي حاجة. وشوية من السبع بهارات، عليهم رشة من جوز الطيب، من جوزة الطيب. فانا يعني عاملة برطمان كده فيه سبع بهارات، وبشرة عليه حباية من جوزة الطيب. يعني للحمة بس، يعني بصراحة مش بحب احطها على اي حاجة تانية. هنا الفول كان استوى وكان برد وما شاء الله. يعني عايزه اقول لكم ان ريحته جميله جميله جميله. يعني ده كان كيلو فول تقريبا ب45. حطيت عليه بصلايه طماطمايه، يعني ما كلفنيش اي حاجه خالص. وهتشوفوا هيطلع معايا يعني كام كيس كده ما شاء الله اللهم بارك من الفول. انا بحب برضو ان انا اضربه كده بالهاند بلندر زي ما انتم شايفين، بس مش بنعمه قوي. يعني احنا برضو بنحب الفول في بعض قطع. بصراحة برضو بيسهل، وفي نفس الوقت انا ولادي مش ملهمش خالص في حكاية ان انا يعني يكون مثلا في الفول قشر بقى كامل وكده، لا لا مفيش الكلام ده. فبحاول دايما ان انا كده اضربه بالهاند بلندر واكيسه بحيث ان انا اطلعه من الفريزر يكون جاهز للاستعمال على طول. يعني اعتقد الكيس ده لو انا رحت اشتريه من بره يعني مثلا ب15 جنيه. يعني انتوا عارفين طبعا ب5 جنيه فول معلقتين اتنين بالظبط. يعني ما شاء الله الكمية دي كمية كويسة جدا جدا، يعني تكفينا ان شاء الله بإذن الله في السحور. ويمكن يتبقى منها كمان. قولوا لي بقى كده عاملين ايه؟ والفترة اللي فاتت دي عملتوا تنظيفات رمضان ولا لأ؟ انا بصراحة عملت، يعني بقالي مثلا بتاع 10 ايام ولا حاجة يعني بنظف تنظيف عميق. انا بالنسبة لي يعني بهجة رمضان ودخلة رمضان كده علينا يعني بصراحة احلى من العيد بكتير. طبعا كل واحد بقى بيبقى ليه كده حاجة بيحبها وبيفضلها. انا بصراحة بحس كده بروحانيات وجو رمضان ده. يعني ربنا يبلغنا رمضان يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ويعيننا جميعا جميعا على يعني الطاعة فيه والعمل الصالح وحسن العبادة يا رب، اللهم امين.
هنا برضو كنت جبت الكفتة، كانت برضو بردت خالص. هنا كنت بظبط الاكياس بحيث تكون كل الاكياس متساوية. يعني انا يعني بصيت جنبي كده بصراحة، دايما في الحاجات اللي زي دي بحب ان انا استعمل الميزان، بيظبط لي الاكياس جدا وبتكون كل الاكياس زي بعضها. بس لقيت ان هو مش قريب مني، فقلت خلاص كده بالنظر، وهبدأ ان انا اظبط الاكياس، وان شاء الله باذن الله يبقوا زي بعض، وهما فعلا طلعوا زي بعض. هنا اللحمه المفرومه برضو كانت بردت. هقول لكم بقى انا بعمل ايه في اللحمه المفرومه. طبعا انا حاطه في كل كيس حوالي 3 معالق من اللحمه، بس بالمعلقه السيليكون دي، مش معلقه اكل طبعا. آم، يعني عادي انا ممكن احط الكميه دي في كيسين، ممكن احطها في 3، ممكن احطها في 4. بس انا بصراحه بحب ان انا اخلي الكيس كده، يعني ان اكون حاطه فيه كميه قليله جدا من اللحمه. ليه؟ اوقات بطلع مثلا كيس لحمه يكون فيه مثلا كتير، واكون انا بس عايزه احشي مثلا بيه سمبوسه. ف... فليه ان انا مثلا اطلع كيس اللحمه فك وارجع اجمده تاني؟ لا، فبخلي كده كل كيس يدوب على قد استعمال مثلا سمبوسه. عايزه اعمل رقاق اطلع كيسين، عايزه اعمل مكرونه بالبشاميل اطلع كيسين 3، على حسب ما انا عايزه بقى. بس كده بصراحة افضل بكتير. يعني انا جربت ان انا يعني احط في الكيس كمية كبيرة، بس بصراحة كنت برجع اندم تاني. والحاجات دي طبعا يعني بعد تجارب بقيت اعمل كده. يعني طبعا يعني احنا يعني الوقت والايام بتعلمنا كتير. ف بحط كده زي ما انتم شايفين، يعني كمية مثلا كده تحشي مثلا سمبوسة تكفينا يومين كمقابلات مثلا جنب الفطار وكده. بس كده كنت بقى بظبط الأكياس وحطيتها بقى في الطبق الفل ده. وبصراحة بعد كده نقلتهم في منظم وحطيتهم في الفريزر، لان الطبق الفل لقيته هيتكسر مني، ويعني الاكياس كده كده مش هتكون يعني محطوطة في حاجة يعني كويسة. هي كده كده الطبق بيتكسر بسرعة. جبت بقى هنا علبة تلاجة، وهظبط بقى شوية حشو كده، سواء لكنافة بقى، القطايف، لجلاش. بصراحة العلبة دي بتنفع جدا ومنجزة جدا. يعني شوفوا بقى، انا حطيت جوز الهند وعليه السوداني، وهحط هنا بقى وحطيت زبيب، وهحط شوية سكر وهقلبهم كويس، واحط العلبة في ضلفة المطبخ عادي. يعني الجو مش محتاج تلاجة خالص، يعني ما شاء الله الجو لسه حلو قوي، فيسمح ان احنا نحط الحاجات دي جوه المطبخ. بطلع بقى العلبة دي، بتكون بقى كده تحت ايدي سهلة، وقت ما بتخلص بعمل تاني غيرها. بس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. طبعا مش اليوم كله، دي كده مقتطفات من يومي. اتمنى الفيديو يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو، كمان اشتراك في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.